مرحبا بكم الإخوان في القصة ديال اليوم. قصة ديال فاليريا ماركيز ملكة الجمال ديال المكسيك اللي كانت دايرة لايف على منصة ديال تيك توك، وشوية وهي طلق اللايف ديالها ويجي عندها واحد الشخص مجهول وضربها بثلاثة ديال الرصاصات، واللي خلات بنادم اللي كان كيتفرج فيها في هذيك الساعة كامل مصدوم. المهم الملكة ديال الجمال ديال المكسيك فاليريا ماركيز كانت دايرة لايف على المنصة ديال تيك توك كيف ما العادة، وقبل ما تفتح اللايف ديالها كان واحد الشخص صيفط ليها واحد الهدية على شكل دمية ديال الخنزير، وقال ليها من هنا واحد جوج ديال الساعات غادي توصلك واحد الهدية كبيرة بزاف. وفاليريا ماركيز مسكينة ما قدرت تخبى على الفرحة ديالها على الجمهور ديالها، وقالت ارا نفتح لايف ونشارك الفرحة ديالي معاهم، ولكن ما كانت كتوقع بان هاد الفرحة غادي تولي حزن كبير، والقصة ديالها غادي تخلي العالم كامل مصدوم. المهم فاليريا ماركيز وهي طلقة اللايف ديالها كيوصلوا ليها ديما الهدايا بزاف على المنصة ديال تيك توك، كتدخل الملايين الدولارات كيف ما العادة، وشوية وهي جالسة في الصالون ديالها مع صاحبتها حتى كتفاجأ بواحد المكالمة، وهاد المكالمة كانت مجهولة من شخص غريب، وقال ليها انا هو هذاك الشخص اللي صيفط لك الدمية، ومن هنا لجوج ساعات غادي توصلك واحد الهدية كبيرة نتمنى تعجبك. فاليريا ماركيز ملي سمعت هاد المكالمة من هاد الشخص فرحت بزاف وبغات تشارك الفرحة ديالها مع الجمهور اللي كيتابعوها على اللايف، وقالت ليهم ما نقدرش نخبى عليكم شي هدية فحال هادي بغيتكم كاملين تشوفوها. والناس في هذيك اللحظة اللي كانوا كيتفرجوا فيها كاملين تحمسوا وبقاو كيشاهدوا اللايف حتى النهاية. المهم من بعد هذيك المكالمة دازت واحد ربع ساعة هو يصون عليها نفس الشخص وقال ليها فاليريا نتمنىك تكوني فرحانة بزاف حيتاش الهدية قريبة توصلك، باقي ليها 15 دقيقة وغادي توصلك. وملي سالت المكالمة قالت للجمهور ديالها بأن 15 دقيقة وغادي توصلني الهدية، نبغيكم تكونوا فرحانين كاملين في حالي. دازت 15 دقيقة ويجي عندها واحد الشخص وقال ليها واش انتي فاليريا ماركيز؟ جاوباتو بآه، ولكن فاليريا ماركيز في هذيك اللحظة بقوة الغرور ديالها ما كانت كتسوق للشخص وكانت كتشاهد في اللايف ديالها، ولكن الشخص غادي يستغل الفرصة ديالها حيتاش ما كانت كتشوف فيه، وجبت السلاح ديالو ويضربها بثلاثة ديال الطلقات. في هذيك اللحظة غادي تموت فاليريا ماركيز، والناس اللي كانوا كيتفرجوا في اللايف كاملين تصدموا، شي كذب وشي قال بان هادشي حقيقي، حيت هادوك اللي كذبوا قالوا غير جزء من التمثيل. حتى دازت واحد دقيقة هما يشوفوا الدمعيات عليها وعلى هذيك الدمية اللي في يدها. انا متاكد دابا كاملين بكم كتسائلوا شكون غادي يكون قتلها وعلاش قتلها، ولكن الصدمة هذا اللي صفاها ليها هو اكبر داعم ليها على المنصة ديال تيك توك، والسبب غادي يصدمكم بزاف، والسبب هو انه دخل واحد داعم اخر كيدعم فاليريا ماركيز كينافسوا عليها، والاهتمام ديال فاليريا ماركيز ليه ما بقاش كيف ما الاول، وقرر بانه ينتقم حيتاش كان كيخسر بزاف ديال الفلوس باش يرضي فاليريا ماركيز، ولكن الاهتمام ديالها ليه ما بقاش كيف ما الاول. وهنا كتسالي القصة ديالنا ديال فاليريا ماركيز، وما تنساوش تقولوا لي الرأي ديالكم في هاد القصة، واذا كنتي من النوع اللي كيعجبوه هاد القصص الواقعية ما تنساش تشترك معايا في القناة، وتهلاو نتلاقاو في الحلقة الجاية.